صراحه بلاتي واحد خليني هذا خليني خلينا نهضر فاهم الى سمعتوا هي صافي انا غادي نسمعوا الاخوان صافي انا سمعت اول تدخل ديال الرئيس السيد رئيس الجماعه ولا السيد المرشح والناس اللي دافعوا عليكم واللي غادي يدافعوا عليا وغادي نكون انا اسمحوا لي وغادي نكون انا منهم وانا غادي نستمع اي واخا انا غادي نستمعوا وغادي نستمعوا وغادي نفهموا واش واقع واذا كاين شي حلول غادي نقترحوها. انا جيت باش نسمع شكرا لكم. إذا سمحتوا أنا جيت باش نسمع بأنني عندي غدا واحد اللقاء مع بعض الناس اللي فاهمين هذا الشيء والمشاكل اللي موضوعها وغادي نطلقوا لها وغادي يكون السيد المرشح إن شاء الله يباشرها والسيد الرئيس ديال الجماعة وغادي نعاونوه وغادي نلقاو الحلول. ف بغيت نقول لكم بأنه احنا معاكم احنا بجنبكم وحنا بجنبكم وحنا كنسمعوا ما غاديش نخليوكم وغادي نكونوا كل شيء معاكم لا في التنميه المجاليه ولا في التنميه اللي خصها توصل. البرنامج الكبير اللي غادي يجي اللي جا فيه زدنا اللي هو 220 مليار ديال الدرهم على 10 سنوات. الحكومه اجتهدت، الحكومه جايه من الله ومن الله انها تعمل اكثر جهدا ان شاء الله ونكون معكم في الموعد. وشكرا لكم. يا عزيز الكتاب سنواصل الكتاب. هذه الكلمات الشحيح باش غادي نتحاروا امورا بالموضوع المتضررين الزلزال باش يفهم كل شيء. اذا الله يجازيكم بخير بك النظام شوف الله يجازيكم بخير. الموضوعات نساوي في الناس الله يجازيكم. الموضوعات مجمعه في الناس قلنا فعلا الا نداو يستخدم ياك واش لا نداو يستخدم نكون غير ان شاء الله يتسنى الله يجازيكم بخير. نكون ان شاء الله نغاو اول كلمه كي ولا السيد الرئيس ناول نكون يكون التضامن ضد رانا وصلنا للتنسيقيه الزلزال ان شاء الله باذن الله هكذا نعالج الموضوعات. اذا الله يجزيكم بخير السلام عليكم. السلام عليكم. لا تستكبر في الوالدين سي بس الله يجزيكم بخير. تقال الثقة المهم هذا نجاوب السيد رئيس الحكومة إن شاء الله باش أزاول في المشاكل الزلزال نساول في هذا اللي برا نصرف في الدنيا نصرف غاية كان أسف غاية كان مهم أسكي إن شاء الله غادي نجاوب وأكيد السي جواد ولا السي عبد الرحمن الخليل نساول في المشاكل المهم نساول إن شاء الله غيكون شينا مشكلة ثلاثة غيتصل غادي تندرا نوضا غيتصل وكان كنا تير ديسنجاور لا اللقاء أسكا إن شاء الله باش نساول في المشاكل كلها.